بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. التحرش هو جريمة أخلاقية ونفسية بتهدد أمن أبنائنا وبناتنا، وبتترك في نفوسهم جراح ممكن تلازمهم لسنين طويلة. حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من إيذاء الآخرين بأي شيء بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والتحرش مش بس فعل مشين، لا، ده هو كمان خيانة للضمير وخيانة للإنسانية. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وكم في التحرش من إشاعة للفاحشة وفساد للأخلاق وتدمير للنفس. المتحرش مش مجرد إنسان سيء السلوك فقط، ولكن بل بالأغلب هو بيكون مضطرب نفسيا، بيعاني من خلل في ضبط رغباته أو نقص في احترامه لذاته وللآخرين. بيوضح الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إن المتحرش عادة بيعاني من مشكلات في النضج النفسي وفي النضج الاجتماعي، وبيظهر سلوك عدواني جنسيا كنوع من أنواع فرض السيطرة أو تفريغ للإحباط. في حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى نستكمل فيها السلسلة اللي بدأناها، أبنائنا والتربية الجنسية السليمة والصحيحة طبقا للقيم والقرآن والسنة. ازاي نعرف مين هو اصلا المتحرش، ايه التصرفات اللي بيعملها علشان نحذر ابنائنا منه، سيكولوجيته ايه، نفسيته ايه، الدوافع اللي بتخليه يقوم بهذا التصرف المشين جدا، وازاي نحمي ولادنا من الوقوع ضحية لأي شكل من أشكال التحرش. كل التفاصيل دي هتجاوب عليها بإذن الله تعالى ضيفتنا الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا دكتورة. أهلا وسهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا أختي ندى، ربنا يبارك فيكم ويجعل هذه الحلقات في ميزان حسنات. يا أهلا وسهلا. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. دكتورة، خلينا نبدأ الحوار مع حضرتك ونتكلم عن إحنا إزاي نميز ما بين الشخص الكويس والشخص السيء. يعني مين هو المتحرش؟ ايه هي الصفات اللي ممكن تظهر عليه عشان اقدر احكم عليه حكم صحيح ومظبوط انه للأسف متحرش؟ تمام، بسم الله. هو الأول التحرش لا يصنف على أنه من الجرائم الخلقية والجرائم اللي هي يعني لا تهاون معها على الإطلاق. فحتى في الشرع يعني المتحرش له كده عقابه، يعني حتى لو يعني علمنا أولادنا يدافعوا عن نفسهم دون هذا المتحرش فهم شهداء، لأنه الاعتداء على العرض والاعتداء على النفس شيء يعني مرفوض تماما زي ما انت حضرتك عارفه في موضوع الاسلام. فموضوع هتك العرض او الاغتصاب او شيء يعني بيقوم به او بيمارسه هذا المتحرش، فالموضوع يعني احنا مش عايزين، انا نفسي الاقي له كده صفه غير المتحرش. يعني هو مجرم حقيقه، لانه اثار الاجرام بتاعه كارثيه. دكتورة، في فالموضوع ده إحصائية خطير أخيرة جدا. طالعة من المركز الإحصائي الجنائي إن نسبة المتحرشين اللي هم قريبين من الأطفال اللي بيتم التحرش بيهم، إن هم من الأقارب، النسبة توصل ل60 و70%. يعني أنا يعني مش مع النسب دي بشكل كبير لغاية ما الواحد يستوثق بها من جهات أخرى. يعني طبعا هي المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية مركز يعني كويس جيد، لكن دائما نحتاج في تحديدا في مثل هذه الإحصائيات نحتاج إلى كذا دراسات وكذا مراكز موثوقة أكثر، لأنه أحيان كثير بعض يعني الإدارات خارج اللي في الأمم المتحدة تحديدا بتدفع لوجود نسب معينة في بعض الأبحاث لكي تمرر قوانين. فهذا موضوع ثاني يعني، فهذا موضوع خطير جدا. لكن هي بلا شك أن النسبة دي موجودة بشكل أو بآخر، سواء كان 70% أو 60% أو 50%، لكن موجودة هذه الإشكالية
في بيوت كثيرة، سواء كانت البيوت يعني مترفة ماديا أو بيوت منعدمة ماديا أو ظروفها المادية غير لطيفة لأسباب يعني كثيرة، موجود هذا الأمر. فإحنا تمام. بنقول إن من صفات الإنسان اللي هو بيستحل أعراض الآخرين، غالبا بيبقى يعني السمت العام كده، النظر بتاعه غير لائق. يعني مثلا بينظر لأماكن محددة في جسم الإنسان، تقدري حتى لو أنت مثلا في مكان عام أو في شغل أو كذا، تلاقي فيه تركيز على أجزاء من جسم الإنسان إحنا بنحترمها وبيبقى فيها خصوصية أكثر، بالظبط لكن هو بالظبط. بيركز فيها خاصة مع الحركة، وده يعني دي مش يبقى متحرش متدني في تفكيره وفي سلوكه، ما بيقدرش يضبط نفسه. في أحيانا للأسف. بيوصل لمرحلة الإيماءات، لو كان مثلا مع الشخص اللي هو اللي عايز يعني يعتدي عليه أو يتحرش فيه، ممكن يوصل له إيماءات معينة إن هو يعني بيرغب فيه بشكل جنسي. في أحيانا بتبقى مشبوهة، مثلا يعمل نفسه كأنه بيساعده أو بيقرب منه عشان ما يقعش، أو بتبقى الحركات دي مكشوفة ومشبوهة. مم. مم. أحيان كتير بيبقى في مجالس مثلا زي مجالس العمل أو مجالس الأسرة أو مم. العائلات اللي هي مستهترة، بيبقى فيها أحاديث أو نكات جنسية فيها كثير من البذاءة وفي كثير من يعني الدناءة، بحيث إن هي تبقى باب من الأبواب التحرش. اه اه. أحيان كتير بيبقى الهدية القيمة أو الثمينة نوع من أنواع الابتزاز العاطفي أو الابتزاز الجنسي. مم. دي من أحد صوره إن هو بيقدم هدية للي عايز يتحرش فيه. مم. وده خطير جدا بقى في تعليم أولادنا، موضوع إن هم يبقوا شبعانين، ما يبقاش أنا اه. محتاجة. يعني مرة كانت في أحد الحوادث إن في مدرسة بنات إعدادي، وعلى ناصية المدرسة في واحد بيبيع آيس كريم، اه. فتم رصد 15 حالة اعتداء منه على البنات من الآيس كريم. من الايس كريم، كل يا ما تيجي الله. واحدة يديلها آيس كريم مرة مرتين ثلاثة، مش شبعانين. فإحنا المفروض نعلم أولادنا إن نديلهم الإشباع النفسي، مم. الإشباع المادي. عشان كده بنقول للأمهات والآباء اقرأوا في مراحل نمو أولادنا وطبيعة كل مرحلة. ايوه. في احتياجات أنا لازم أشبعها للأولاد، لو مم. أنا ما أشبعتهاش في غيري هيشبعها بطريقة سيئة، بطريقة خطأ. ايوه. فموضوع الهدايا والابتزاز العاطفي والجنسي مم. خطيرة جدا، دي يمكن أكثر حاجة لو عملنا الرصد الفخاخ اللي بيعملوها للضحايا بتوعهم، كان اه. يبقى ده الفخ الأول والأكبر، إن هو تمام. بيوقعهم حتى في مم. التحرش الإلكتروني، بيبقى من ناحية الإغراءات المادية، مم. حتى من ناحية العمل. لما واحدة تروح عشان تتوظف أو واحد يتوظف، وممكن يعطيه بعض الميزات أو بعض الإغراءات. الفكرة أن ده ثغرة خطيرة جدا جدا، يمكن يدخل منها المتحرش مم. ويبقى برضا أحيانا الضحية اللي هو مقدم على هذا الأمر. بالتأكيد. طبعا آخر حاجة اللي هو التقارب الجسدي والتلامس، مم. يعني دايما كده في حالة احتكاك. مم. احنا مرة رصدناها، كنا مرة في مظاهرة والناس كلها طالعة من المظاهرة بقى وكلهم في حالة وطنية عالية جدا، اه اه، حماس. داخلين منهم ناس كبيرة في السن، بس شيء في منتهى الانحطاط. ليه؟ لأن مم. هو بيتعمد التلامس الجسدي بيتعمد اه هذا التقارب على لحظات أو على ثواني. طبعا ده هنشوفها دلوقتي في سيكولوجيا المتحرش، ليه هو بيعمل تمام. الدناءة دي. اه، ده فده فعلا أيضا هنتكلم فيه. يعني سلوك مرصود، تقدري تقولي دي من صفات ما عدا طبعا المعاكسات والمداعبات والحاجات اللي مم. هي أحيانا الضحية للأسف بتسمح بها من باب مم. الاستهتار أو من باب الخوف أو من باب مش فاهمة إن ده صح من الغلط، مم. تمام. فبيتمادى بهذا الأمر. مم. وللأسف يعني بتحصل الكوارث من هذه للأسف يا النوع. دكتورة، للأسف. طيب السؤال المهم اللي ناس كتير بتسأله يا دكتورة، ايه اللي بيخلي المتحرش يعمل التصرفات دي؟ ما هو يعني هو كان مولود حد كويس وكبر واشتغل، وفي منهم يعني متجوزين ومخلفين، ايه اللي يخليه يعمل تصرف مشين وجريمة زي دي؟ ايه السيكولوجية بتاعته ونفسيته اللي تخليه يعمل كده؟ دوافعه وأسبابه. في 5 أسباب رئيسية.
بيتحدثوا عنها علماء النفس دايما في موضوع رصد الأسباب. يعني ممكن نقول السبب الأول هو اضطرابات فسيولوجية، بمعنى عنده خلل في بعض الأجهزة، يعني ممكن يكون مولود بها أو حصل له مرض مناعي أو شيء، يبقى في مثلا في خلل في الجهاز العصبي أو التناسلي أو الغدد، بيحصل عنده الخلل، ما تمش علاج هذا الخلل، فبيدور على أي نقطة ضعف يركن لها. إذا كان اللي بقى موضوع التحرش دي أحد النقاط أو الميل للعدوان، يعني أيا كان هيبقى فيه بيميل لشيء لم يتم علاجه من هذا الخلل. في عندنا اضطرابات وراثية، يعني غير الاضطرابات الفسيولوجية، يعني مثلا تغلب عضو جنسي على آخر هو مولود بها، فهو تلاقي مثلا قاعد في وسط الرجال لكن هو مخنث، قاعد في وسط النساء لكن هو عنده افراط في النشاط الجنسي او حاجه زي كده. فهذه الاضطرابات الوراثيه برضه لها علاج، يعني ما فيش عندنا حاجه سبب من الاسباب الا له علاج لو تم الانتباه له من قبل الاهل في سن صغيره، وهو لما يكبر ينتبه له ويعالج نفسه. مفيش حاجه ان استسلم لهذا الاضطراب. في عندنا اضطرابات عضويه، دي رقم 3 من الاسباب، اضطرابات عضويه، يعني في مثلا عندنا امراض جنسيه، في عندنا امراض عقليه. يعني هو الامراض العقليه دي اخطر حاجه بقى في الموضوع، المرض العقلي، وغالبا المتحرشين بيدخلوا في فئه الامراض العقليه لان ما تمش علاجها، فتفاقمت الامور معاه كل ما بيكبر. طبعا يعني وفي عندنا عاهات، مش بس امراض عقليه، وفي عندنا عاهات في اصابات للعقل، في اصابات للمخ، في اصابات للجهاز العصبي، بتخلي الانسان مضطرب، بتخلي الانسان غير سوي. فاحنا عندنا مثلا الناس المضطربين عقليا او اللي عندهم عاهات عقليه او عندهم امراض عقليه اكثر عرضه لانهم يندفعوا، لانه ما عندهمش حدود في الموضوع ده، في موضوع الاقتراب من الانسان او الاعتداء عليه او كذا. هو ممكن يكون موضوع مش لذة على الاطلاق، هو موضوع انحراف عقلي او اضطراب عضوي في ناحيه من النواحي، وهو مش مدرك عواقب هذا الامر. وايضا ده له علاج، سواء كان هذا العلاج يشفى منه او علاج يحده يخدره يوقفه عن حده. تمام. بالضبط. تمام دكتور. في عندنا بقى الاضطرابات النفسية، وده باب بقى، بصي يا أختي ندى، افتحي بقى في الاضطرابات النفسية. كبير. يعني لكن أخطرها حقيقة في الاضطرابات النفسية إن يبقى الجنس هو عنده مصدر للذة، يا الله. الغريزة دي هي مصدر للذة، فهو عايز ياخدها بأي طريقة بأي شكل، مع حيوان، مع طفل، مع يا إنسان، الله. يا مع الله. جنس نفس الجنس. عشان كده مثلا نشوف واحد تستغربي زي ما عنده 80 سنة وبيتحرش بطفل على سنين. تبقى حاجة هو غريبة. هو هو لا، هي لها تفسير، هي لها تفسير. ده انسان مش سوي، ده انسان مضطرب، ده انسان كان المفروض يتعالج من 80 سنه ما تمش علاجه، فهو بيقوم بهذا الفعل وبيعتدي على الآخرين، لكن ده يبقى له فيه يعني له أحكام للتعامل معاه، ما يتسابش بالشكل ده. يعني هو مش ضحية، لا هو مجرم أيضا، هو لأنه جاني. واعي للي هو بيعمله. هو واعي للي هو بيعمله. صح في سبب، بس هو واعي للي هو بيعمله. وده بيقرره مثلا ولي الأمر لما مثلا يبقى قاضي أو حاجة، يقرر نسبة المرض اللي عنده ونسبة يعني التعافي منه شكلها إيه، ونسبة الإرادة في هذا الأمر. فيبقى تمام. القوانين بناء على هذا الامر. ده بالنسبه للاضطرابات النفسيه. في اخر حاجه بقى عندنا الاضطرابات البيئيه، والاضطرابات البيئيه يعني غالبا بتبقى بتوصل لمرحله مرضيه. يعني ايه اضطرابات الاضطرابات التنشئه، بمعنى ايه الاضطرابات البيئية يا دكتور؟ ما نقول لحضرتك اضطرابات التنشئه، يعني احنا مثلا عندنا ناس عايشه في الاكواخ، ناس عايشه في العشش، فكل مفيش مكان، مفيش فرص ان انت مثلا يبقى في خصوصيه لطفل، خصوصيه لجسم واحد، خصوصيه لتصرف. يعني مثلا انا مره كنت بعمل دراسه، كنت بعمل دراسه على الناس اللي ساكنين في، كانت ايام الاستعمار الانجليزي، الاحتلال الانجليزي لمصر، كان بيعمل مساكن يبقى غرف، يعني كل اسره تسكن غرفه، لكن في الطرقه، نهايه الطرقه في الغرف كده في حمام ده حمام مشترك، مشترك. لكام بقى، لا مثلا 20 30 اسره، يا. امم ومفيش باب، اه. في ستاره. اه.
انت بتتوقعي في مجتمع زي ده الناس دي طبعا. تعيش ازاي؟ كم فين الخصوصيه في هذه الامر؟ كم الاخطاء التربويه، كم المشاكل اللي هيتعرضوا ليها سواء ابناء او الاب مفيش والام. اخطاء، انت عايشه في شيء غير طبيعي غير منطقي. امم. فبالتالي ما عادش في هنا خصوصيه. لا، ما فيش حاجه اسمها قيم. انت بتحكي لا في هنا قيم، ولا في هنا معايير، ولا في هنا مش عندك اي شيء. وبالتالي هنا صار عندك ايه؟ فوضى، صار عندك عشوائيه، صار عندك عبثيه، صار عندك كل شيء. انت بتحكي في ايه؟ انت لما بتيجي مثلا تحكي معاهم عشان بس تكلمي ان انتوا ازاي بتربوا اولادكم، بيستغربوا انت بتكلمي ايه؟ ايه بتربوا اللي انت اولادكم ايه؟ بتقوليه ده. هم انت اللي بتقولي يعني شيء ما بيركبش مع البيئه اللي احنا للاسف. فيها دي. اه. فبيطلع من هذه البيئه بعض الناس المنحرفين، يعني ممكن يطلع اه. فيهم ناس ضد البيئه دي ويحسنوا البيئه دي ويطلعوا ناس محترمين جدا. يعني وارد انه يطلع حاجه طبعا. ويطلع طبعا. العكس. فبيطلع احيانا من هذه البيئه ناس بيبقوا ابن البيئه دي، بدل ما هو يحسن من حاله او يحسن من ظروفه، لا تمام. بيسترسل ويكون تعود السلوك المنحرف من هذه البيئه. وعلى العكس تماما، نقيض تماما البيئه الغنيه او المترفه. فتلاقي مفيش حدود، مفيش قوانين، مفيش معايير، كل شيء متاح، كل شيء بنعمله. روح بالظبط. الشواطئ اللي هي بتاعت الناس او السهرات الخاصه او النوادي الخاصه بهم، بتلاقي حاجات لا يمكن البشر يتصورها. ليه؟ لانه وصلوا لمرحله الفجور اه. في التعامل وفي خلاص ما عندوش بشر. هو ماشي ورا غريزته. غريزته ايه؟ اكل وشرب ومعاشره جنسيه، وبالتالي هو للاسف. استحل للاسف. كل شيء. فصار عندنا التنشئه الخاطئه او التنشئه المريضه، سواء كان في بيئه مدقعه الفقر او بيئه مترفه فيها بتطلع الاشكال دي. في عندنا تمام. ايضا من الاضطراب التنشئه، ودي خطيره جدا جدا دلوقتي مع اولادنا، وفره المثيرات. وفرة المثيرات. حاجه نسميها احنا وفره المثيرات. اه. يعني متاح انا في البيت اشوف كل حاجه، ادخل على اه. المواقع اشوف، مش صار عندي التلفزيون عمليه مفتوح، اي استثاره. فيلم، اي مسلسل، كل يعني حاجة لا متاحة. التلفزيون ده كان موضه قديمه. دلوقتي احنا ما عندناش حدش بيتفرج على التلفزيون دلوقتي. اختي لا، هو كل الوقت متاح ان كل واحد معه موبايله ومع اه. الباسورد بتاعه ومع الاماكن ومع نفسه المواقع بقى. اللي هي، مم. ومع نفس المواقع اللا أخلاقية اللي هي أساسا يعني بتدر عليها مليارات نتيجة دخول طبعا. الناس عليها. تمم. طيب دكتورة فالموضوع ده مم. مع إن نخرج لو البيئة نفسها مم. متهتكة، الناس ما عادتش بتربي في بيئة العمل، في بيئة الدراسة، الاختلاط اللي بيحصل في الجامعات، ما عادش في بالظبط. معايير، ما عادش في توجيه، ما عادش في بالعكس. ده لما مثلا يروحوا الطلبة للجامعة يلاقوا القدوات بتاعتهم هم عندهم علاقات مشينة أو تحرش واضح للأسف. للأسف. ومحميين بقوة القانون. أنا مم. أقصد أن كل هذه البيئة اللي فيها وفرة في المثيرات بتقتل عند بتنتج بقى. الإنسان، أيوه، تنتج عنها الإنسان اللي ممكن بتقتل عنده الحياء يتصرف في الفطري. التصرفات دي. نعم، لا، وبتقتل عنده الحياء الفطري، وبتميع عنده المعايير، وخلاص هو أنا زي الناس. تمام. وضحت الصورة هنا يا فالفرق دكتورة. طيب بالضبط. احنا دلوقتي آخر حاجة كآباء بقى وكأمهات. آخر حاجة بقى في الحاجة البيئية، اتفضلي علشان برضو اتفضلي. يعني نقفش الناس اللي مش مظبوطين دول، اللي مم. هو التعرض للعدوان الجنسي في التعرض ايه يا التنشئة دكتورة؟ للعدوان الجنسي في سن صغيرة. اه، يعني هم في سن نفسهم صغيرة، اتعرضوا للتحرش. ما هو مش للتحرش، احيانا بيبقى للعدوان. مم. فالعدوان احنا قلنا له صور: في تحرش، في هتك عرض، وفي اغتصاب. 3 صور من صور التحرش. مم. يعني عشان بس الاباء والامهات يسمعونا يركزوا، احنا عندنا المتحرش يصنف متحرش لو اغتصب، لو هتك العرض، لو عمل تحرش ظاهري. مم. فالثلاثه دول نفس الجريمه بالضبط. نسأل طبعا الله هي العفو والعافية. اقصاها الاغتصاب اللي هي المفروض يقتل اذا كان متزوج، لانه نفس حكم الزاني. فهي مم. الفكره ان احيانا الشخص يتعرض للعدوان الجنسي بصور الثلاثه او احد الصور الثلاثه، فبصير عنده رد فعل عنيف. يا اما انا هكمل لانه انا مبسوط من الموضوع ده، يا اما هنتقم من الكل. اه. يعني كان تجينا حالات انا بنتقم، اشمعنى انا اللي حصل لي كده؟
أيوه. يبقى أنا لازم أأذي أكبر عدد ممكن من البنات أو من الصبيان أو من الأطفال، لأنه اللي حصل هي عملية نفسية، عملية ما نفسية تعالجش، خطيرة لأنه ما جدا، تعالجش زي ما حضرتك قلتي. ولا تعالج نفسيا ولا تعالج جسديا، وصار عنده كمية من الحقد وكمية من الغضب والعدوان على السلوك الطبيعي والحياة الطبيعية والناس الطبيعيين، فعايز مم. يأذي الكل. تمام. فدي يعني دي أهم الأسباب الخمسة اللي مم. بتدفع المتحرش إلى ارتكاب هذه الجريمة. طب دكتورة، قبل ما نختم سريعا وفي عجالة، ازاي نعمل وقاية لولادنا من التعرض للتحرش، ولو لا قدر الله لا قدر الله حد فيهم يعني بدأ حد يتعامل معاه بالطريقة دي، أنا أعلمه ازاي، أفهمه ايه التصرف الصحيح أول ما تحس إن حد مقرب منك بطريقة أنت مش مرتاح لها تعمل ايه؟ خلينا نشوف الوقاية الأول وما يترتب عليها بعد كده من التصرفات الصحيحة. هو الوقاية، كل علماء النفس الإسلاميين وغير الإسلاميين في كل المدارس النفسية بيحكوا عن حاجة واحدة بس، هم. بيقولوا إن الأم والأب هم المسؤولين رقم واحد عن حماية أولادهم، هم. عن طريق التوعية، مش بس التوعية بالتحرش، عن طريق التوعية بالتعامل السليم مع البشر. اه. لأنه إحنا لما بنعلم أولادنا ألف باء في التعامل مع الناس، بنقول لهم مش كل الناس حلوين ومش كل الناس سيئين، الناس اه. مختلفين. اه. بنجيب لهم الألوان، اللي فيه ألوان مختلفة، الأطوال مختلفة، مم. الأشكال مختلفة، فالبشر مختلفين. ما هو إحنا بنعلم الطفل من عنده 3 سنين إن مم. إحنا مختلفين، مم. مش كله زي ماما وبابا، مش كل واحد يقول لك هاتي حضن يبقى ده ماما وبابا بيحبني، اللي عايز ياخدني في الحضن عايز. إحنا مختلفين. لما بنعلم أولادنا إن إحنا مختلفين، نبدأ تدريجيا بنعلمهم مظاهر الاختلاف. يعني أنا ماما وبابا اللي إحنا الوحيدين ناخدك بالحضن، جد وتيتا ياخدوك بالحضن، حد مم. تاني لا، مش هينفع، لأنه الحضن ده بس ماما وبابا. إحنا ممكن مم. نسلم على الناس التانيين بالإيد مثلا يعني، مم. عمو يديلك بوسة، أنت موجودة مع خلي عمو يديلك بوسة هنا مثلا، أو على راسي أو على إيدي، ده وجود الأم والأب. فهي مم. كل العلماء بيتكلموا على التواجد، وسبحان الله نفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الزموا أولادكم. يعني إيه الزموا أولادكم؟ دي مسؤولية، في دي رقم واحد. رقم اثنين، واللي بيغفلوا عنها كل الأمهات والآباء، إن أنا بربي، بس أنا بربي في بيئة مش أنا اللي بملكها، ولا أنا اللي بشكل كبير، فأنا بستعين بالله سبحانه وتعالى. مم. نقطة الاستعانة والتحصين أولادنا وتعليمهم الأذكار، تقفي على الباب علشان تعلمي الطفل وهو فاتح الباب ونازل عشان يروح الحضانة يروح المدرسة، قول الأذكار، ما تمليش هذا الأمر مم. يوميا، حتى لو كان عندهم 20 سنة، طول مم. ما هم عندك في البيت افتحي الباب كده، وقفي ودعيهم، قولي لهم ما مم. تنساش تقول أذكار، ما تنساش تقول كذا، فربنا هيحصنك. أيوة. أنا والله مرة فوجئت، يعني ابني عنده 17 سنة، مم. حصل عندنا حريقة في المجمع، في بيت يعني مم. إحنا شايفينه يعني، اه. فكان تعليقه بشكل يعني دايما أنا بذكره بالأذكار والحاجات، فبيقول لي يعني ربنا يسلمهم يا ماما، والله أنا ما بنساش أبدا بستودع الله بيتنا ونفسنا مم. وإخواننا وجيراننا طول ما أنا اه. ماشي. الحمد لله كانت الجيران ما كانش مصابين يعني، كانت بس اه. البيت. اه. فانبسطت جدا إن هو يبقى عنده يعني أنت بتغرسي حاجة بس تبقى موجودة في نفوس أولادنا، إن هم بيتحصنوا بالله، بالظبط. إن دايما بالظبط. أنت بتحصنيهم بالله. الأذكار. الحاجة الثالثة والمهمة أوي كوقائي، موضوع المسافات، مش هنكل ولا هنمل موضوع المسافات. موضوع الأمهات والآباء اللي بياخدوا أولادهم علشان يتعلموا السباحة ويتعلموا الجمباز ويتعلموا يدوا من المدربين، والمدرب ده إنسان محترم وإنسان ده ملتحي وده إنسان بيصوم اه. وده اه. كلام كله ده تحطوه على جنب، ده مش صحيح. مم. الحاجة أيضا حماية أولادنا من أنفسهم، حكاية إن إحنا بناتنا يبقى بنلبسهم لبس، إحنا حكينا يمكن في حلقة سابقة عن اه. ضوابط اللبس والستر. بالظبط. اه. حكاية إن أنا ألبس بنتي، أنا ممكن أخلي حد إنسان منحرف يستثار من لبسها وهي طفلة صغيرة. بالفعل. بالفعل. فالموضوع الموضوع مش محتاج إن أنا أبقى أعرض أولادي للمواقف اللي هي غير صحيحة. يعني أنا أذكر في واحدة بتحكي لي بتقول لي أنا يعني البواب بينزل بنتي في الأسانسير، تحرش بيها في الأسانسير على 4 5 أدوار. يا الله.
البنت نفسها يعني انا لما شفتها قلت لها يا ما انت بتقولي الناس تعالوا تحرشوا بيه، ما هي بنت عندها 6 7 سنين لابسه إمم. اللبس، بس هي يعني جسمها اكبر من كده ولابسه اللبس مش صح. إمم. فهو يعني شيطان وركبه. احنا لازم نحمي اولادنا، يعني تمام. حمايتهم دي مسؤوليتنا. مسؤوليتنا. فالستر والحياء وان انا اعلم اولادي ما يضعوش نفسهم في مكان شبهات. يعني إمم. ايه بنتي مثلا تيجي لي الساعه 12 بالليل او ابني يجي لي الساعه 1 بالليل؟ شيء آه. طبيعي ان في ناس مثلا ممكن تبقى ماشيه في الشارع مش مظبوطه، مخموره، أكيد. مسحوره، فيها اي أكيد. حاجه. إمم. فانا بعلم ولادي كوقايه ما يحطوش نفسهم في موضع شبهات إمم. او يسلكوا سلوك متدني. آه. يعني البنت اللي حاطه برفان واللي لابسه لبس مش كويس واللي قاعده إمم. مثلا وماشيه بشكل واللي غير، بتضحك بصوت عالي جدًا في الشارع وبتلفت الأنظار ليها. دي بتدي رسائل سلبيه. انا عارفه ان بنتي محترمه ومتربيه، بس انا لازم افهمها ان السلوك المتدني ده بيجذب لك، ما القران قال كده، لا يعني عشان يعني ايه الايه القرانيه في قلوبهم مرض، يعني إمم. ممكن يبقى في قلب مريض أيوه. تستهويه هذه الاشكال، يقول لك لا دي قصدها كذا. إمم. فالموضوع يعني الحياء والستر اللي حكينا عليه، تمام. وان طيب إحنا دلوقتي شُفنا الوقاية هنعملها لأولادنا إزاي يا دكتورة؟ أخيرًا، إيه التصرُّف الصحيح اللي أنا أعلّمه لولادي أول لا قدّر الله بعد الشر عليهم لو حسّوا إن في حد بدأ يتحرّش بيهم أو يلمسهم لمسة مش كويسة أو حَس إن هو قَلَق؟ بعض الأمهات بتقول أنا معلّماها تصوّت على طول وتلِم الناس وتقول عمّو الوِحِش عايز يعمل فيّا حاجة وِحشة، مثلًا دي وجهة نظر بعض الأمهات. البعض التاني بتقول لأ، أنا قُلت لها تسيب المكان وتجري فورًا أو لو معاها تليفون تتصل بيّا ماما الحقيني حصل كذا، كذا. الطريقة الصحيحة التربوية إيه يا دكتورة؟ هو كل الكلام اللي حضرتك تفضلتِ بيه إحنا بنسميه المقاومة الإيجابية. إمم. لازم يتعلموا الأولاد إن في للمقاومة صور، من صور المقاومة إن هي تردعه، إن هي تضربه، إن هي تزجره مثلًا يعني، أو إمم. الولد أو البنت يعني، إن هي تهدده إن هاشكيك، أنا مش هاسكت. يعني إحنا عندنا كتير جدًا من أسباب استمرار إمم. التحرش واستمرار الإجرام ده إن ما حدش بيهدد. يعني أيوه. ما حدش اللي بيُقع بيتكلم بيخافوا من عليه الفضايح. بيخاف وخاصة داخل البيوت، يقول لك إمم. إحنا هنفضح الجد والّا هنفضح العم والّا هنفضح الأب والّا أيوه. هنفضح الابن، إحنا لو أيوه. طردنا الولد هيروح فين، وإحنا لو هينحرف أكتر. فبيكتموا أو مثلًا في الشغل أو في الدراسة. ده إحنا عندنا في الجامعة كان بتحصل حاجات الواحد كان يعني بيستغرب جدًا الناس دي عايشة إزاي. لأ، آه. لو إحنا علّمنا ولادنا إن إحنا هنهدد، ده كمان إحنا دلوقتي معانا موبايلات ممكن نوثق التصرفات، ممكن نسجّل هذا الأمر، ممكن نصوّر هذا الأمر. إمم. النقطة كمان من المقاومة إن إحنا نطلب المساعدة. لو أنا في تمام. المكان هاطلب المساعدة، هاصرّخ فعلًا وهاجيب إمم. الناس وهاعمل، بس إمم. هاعلّم أولادي إن هم ما يتهيألهمش إن إحنا حد بيتحرش فينا ونعمل مشاكل زي دي. آه. في كتير جدًا في عندنا ناس بتبقى داخلة في mood إن الناس وحشة، إن الناس دي كلّها وخلاص من همجية، إن كتر الناس دي الكلام حصل له فوبيا أو بقى خايف على طول من أي بالضبط. حد. طبعًا عندنا الهاجس، دايمًا إحنا بنقول في فرق بين إن نعلّم أولادنا الحس ال ال النفسي وبين إمم. الهاجس النفسي. تمام. الحس إن أنا فاهمة، لكن الهاجس اللي هو بقى خلاص عبارة عن مخاوف سيطر عليَّ، لو واحد بَص لي كده يبقى هو قصده يتحرش فيّا، يبقى إمم. أصوّت أجيب الناس عني. آه. فالموضوع أو مثلًا في عندنا في علم النفس بنحكي عن إن في ناس مثلًا عندها نقص وعايزة تظهر إن هي مرغوبة أو مطلوبة، بتتبلى على الناس أو بتعمل آه. قصة آه. علشان تقول إن أنا يا سلام الناس عم تجري عليَّ، أو يعني في عندنا بعض بالضبط. الانحرافات النفسية. تمام. فإحنا تمام. الفكرة بنعلّم أولادنا قاعدة شرعية: لا يحل الستر على المتحرش أبدًا. إمم. دي تمام. قاعدة شرعية حتى في ال يعني في التشريع، لا إمم. يحل الستر على الأشكال دي على الإطلاق. فلمّا تمام بنعلّمهم يا كده دكتورة. بنعلّمهم إمم. إزاي يتصرّفوا على قدر المكان والزمان والقدرة على الردع والقدرة على إمم. المقاومة تمام حتى جدًا. النفس الأخير وده بيخلّينا عفوًا، ده يخلّينا نعلّم أولادنا، يعني عشان ما يبقاش رخاوة فيهم النفسية والجسدية، نعلّمهم إمم. أيضًا
الالعاب اللي هي الدفاعيه، مش ازاي القتاليه، يقدروا الالعاب الدفاعيه. يدافعوا عن نفسهم. يحمي الحقيقه نفسه. دكتوره، وقت احنا يعني مازال معانا كلام كتير ومحاور كتير ان شاء الله نعم. نكملها مع حضرتك في حلقات اخرى، لكن نظرا لضيق الوقت بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منى صبحي على وجودك معانا، دكتوراه في التربيه ورئيسه المنتدى العالمي للفكر والثقافه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ابنائنا وابناء المسلمين اجمعين. انتهت حلقه قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.